هلا معاكم داي من زمان عن سلسلة عندما تغرد الحمير. مشان هيك مقطع اليوم هو عندما تغرد الحمير. بكل بساطة بنشوف تغريدات أقل ما يقال عنها طالعة من ناس تفكر من أرجلها، واتوقع اني محترم الى حد الان، ويمكن تكون بتفكر من مكان تاني، بس الدنيا رمضان عاد ما بدنا نغلط، اللهم اني صائم. بس على العموم خلونا ما نطول، بس اكيد قبل ما نبدا هاي اجمل التعليقات من اخر مقطع لازم وما راح انسى، واتمنى انك تحط لايك وتشترك لو ما كنت مشترك قبل ما نبدا، ولو حاب تطلع بالمقطع الجاي اكتب لي كومنت هيك جميل خفيف لطيف زيك. والان خلونا نبدا. اوكي، معانا التغريده الاولى من مستر ادم. الحمد لله انني لم انجب بنات، ولكن لو رزقني الله ببنت لتمنيت ان تصبح ليسبيان. فكره ان تكون بنتي مع رجل تؤرقني حتى لو لم يكن لدي بنت اصلا. هذا واحد من الحمير اللي كنت عم بحكي لكم عنها من شوي في بدايه المقطع. بعدين انا مستغرب كيف انت تزوجت بهاي العقليه. يعني كنت بتمنى لو ابو زوجتك كان بفكر نفس تفكيرك. لو صارت، بس عاد ورجيني كيف كنت راح تتجوز، ورجيني كيف كنت راح تتزوج وتخلف اصلا. بعدين الدنيا رمضان يا اخي، ليش حتى تذكرونا بهاي الاشكال المريضه من الليسبيان والجواز وهاي الامور؟ خلونا يا عمي مبسوطين مبسوطين برمضان واجواءه يا عمي وفرحانين. ليش حتى تذكرونا بهاي المناظر الزفت؟ استغفر الله العظيم. بس اوكي، خلينا ننتقل وما نوجع راسنا كثير مع هذا الحمار. يعني بصراحه ما عندي كثير اشياء احكي له اياها. يعني شخص بفكر بهاي الطريقه بالله متوقعين انه يتاثر بكلامي. خلونا ننتقل للحمار، قصدي التغريده الثانيه. اوكي، التغريده مكتوب فيها مخاوفك الزوجيه. رد عليها شمس وكاتبه يشوف بوسه الرجول عيب. وبعدين رد عليها شخص او وحده او واحد والله مالي عارف، كتب لا تخافي يا وصيه رسول الله. لا 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 يا اخي، لا لا، يعني ليش لسه من شوي كنا عم نحكي عن رمضان واجواءه. وبعدين اكثر شيء بيعرفني بالنت هو الشخص اللي ما بيفهم بالدين وبس بيحكي، يعني هيك على كيفه، يغلط او ما يغلط او يكتب اشياء هو اساسا مو مهتم ولا حل، لانه ما بيفهم. فاهمين؟ يعني هو مش عارف شو اللي عم بيحكيه او شو هو الشيء اللي عم يكتبه، ما له مستوعب الشيء اللي عم يكتبه هو. الله يهديك بس وتصير من فئة البشر. صراحة مين اللي علق التعليق ما بعرف، مين الغبي اللي علق هذا التعليق ما بعرف. اوكي، معنا التغريدة اللي بعدها من اخبار السعودية. مكتوب مباشرة حادث اصطدام مركبة بأربعة اخرى اثر عكس قائدها السير في محتوى مرئي، ونتج عنه 3 اصابات وحالة وفاة. طبعا ردت امل وكتبت الله يشفي المصابين ويرحم المتوفين ويصبر اهله. عندي سؤال، كيف اعرف اني ماشي بالطريق الصح مو عاكسه؟ المفروض يحطون بالطرق اسهم او دلالات. لا يا امل، يعني انت فهمان الموضوع غلط، فهمت التغريده غلط. تمام، بعدين نفسي افهم انت كيف معك شهاده سواقه؟ مين الحمار، قصدي مين البني ادم اللي اعطاكي الرخصه؟ صح، بعدين اول شيء اتوقع في اسهم اساسا بالارض، بس لو انت ماشي عكس ما راح تشوفيها طبيعي، ما راح تشوفي الاسهم، او شكلك انت ما عرفتي تترجمي الاسهم بالشكل الصحيح والمطلوب. اما بالنسبه للدلالات، انت بتدور على الكنز ولا ايش؟ شو اللي دلالات يا عمي؟ يا اخي اللهم اني صائم، الله يصبرني عليكم. بس خلونا بالله نشوف اللي بعده. اوكي، التغريده اللي بعدها من نويصر، وكاتب فيها الحمد لله الذي عافانا ممن ابتلاه به غيرنا وفضلنا على كثير من خلقه. طبعا نزل صوره لمعاذ وكاتب معاذ يفطر في رمضان، صورة واضحة أتوقع كل الناس شايفة. رد عليه تركي، واحد من الأغبياء والحمير. في أوروبا يختلف الوقت، يعني عندهم ليل عندنا الصباح والعكس، يمكن جالس يفطر. يا حبيبي غبي أنت، غبي كيف يعني؟ طب أنا ساكن في دولة أوروبية تمام، وتوقيتي بنفس توقيت كثير دول عربية، أو يمكن فرق ساعة أو ساعتين. كيف يعني عندنا ليل وعندكم صباح؟ ايش في يا حبيبي؟ عايش بالمريخ انت. بعدين بعيدا عن التوقيت، وحتى لو كنا نفترض انه التوقيت زي ما انت قاعد عم تحكي، الشمس داخله بالسياره ضاربه معاذ وضاربه يا حبيبي. معاذ صاير ابيض من شده الشمس اللي داخله عليه السياره. قلت لي الدنيا عندهم ليل. بعدين هذا معاذ يمكن من اوسخ الاشخاص اللي ممكن اني انا شفتهم على السوشيال ميديا، يعني من فئه الكهبل عبودي والناس الثانيين الوسخين هدلاك. ثاني شيء، كيف في شخص عم بدافع عن هذا الشخص ما بيفهم؟ كيف في شخص عم بدافع عن معاذ؟ يعني والله ماني فاهم، قسما بالله ماني فاهم. بعدين حتى اللي عم بدافع عنه غبي، يعني بالله ايش متوقعين يجي محامي يدافع عنه مثلا؟ اكيد لا، بيكون غبي. خلونا ننتقل للحمار الرابع او الخامس، والله ماني عارف عاد. خلونا نشوف بالله. اياد المحمود، ومنزل هاي التغريده وكاتب هل منصه اكس هي اكبر تجمع للنقودين في العالم؟ بالعكس هذه منصه مليئه بالحب، وحاطط له قلب. والله انا اتفق صراحه، اتفق مع حساب عندما تغرد الحمير. ابدا، ابسط حقوقهم صراحه. يعني لو حاب تشوف النقد الحقيقي تعال ادخل على، يعني اوكي يمكن هذا مو تسويق، بس على العموم يعني لو حاب تشوف النقد الحقيقي يعني تعال ادخل على اليوتيوب شوف. اتوقع انه تويتر ممكن اكبر تجمع للحمير في العالم، اكون صريح يعني مع احترامي للناس اللي تستخدم تويتر، واكيد مو كلهم هيك، ولكن فئه كبيره منهم. يعني عادي تدخل عليه تشوف اي شيء، اشياء مريضه. تدخل على اكس تلاقي اشياء انت بحياتك ما شفتها اصلا، تنصدم انها مسموح تنتشر اصلا. اوكي، خلونا نشوف التغريده اللي بعدها. منزل صوره وكاتب امي واختي كلهم حوامل ومسيحيين من بعض. رد عليه شخص وكتب احس الام عيب تحمل اذا زوجت بناتها. خلص على كيفك، هو على كيفك، يعني عيب. يا الله، انا خلص الدنيا رمضان
واحمد ربك اني ما بتنم، قصدي يعني انه ما برد عليك. خلونا نشوف اللي بعده بالله. اوكي، التغريده اللي بعدها مكتوب فيها: تخيلوا يا جماعه الخير، قبل شوي شفت ولد ياكل فراوله، شنو خليت للبنات؟ اذا انت ولد وتاكل فراوله، يعني صراحه الرجوله صفر. منظرك وانت تاكل فراوله، حتى سمايلي هذا اللي الاخضر، عرفتوه؟ شوفوا، مع انه ما فيها شيء الرجال ياكل فراوله وعادي، بس انا لما اكل فراوله قدام الشعب بحس بخجل مو طبيعي، بحس انه الرجوله بدات تتلاشى مني، مع انه ما لها اي دخل حرفيا. بس ليش عندي احساس انه الرجال لازم ياكل زيت سيارات او شمندر او اي فاكهه؟ يا عمي كل اي شيء ثاني الا الفراوله. الاشياء الورديه اتركها للبنات. اوكي صح، الفراوله حمراء. المهم يعني، واعرف انه لو في شخص بدا ياكل فراوله مشكوك بامره، اوكي مو كتير بس يعني لازم تراقبه، لازم تراقبه عشان ما يصير من الناس المشكوكين في امره. اوكي يعني هو بيكون على وشك. اوكي خلونا نشوف التغريده اللي بعدها. اوكي معنا صوره مكتوب فيها: محامي سائق شرم الشيخ موكلي مظلوم، جوجل قام بترجمه خطأ، المتهم كان يقصد نورتي بيتك مصر. ايه يا جماعه الخير، يا اخي المصريين مو طبيعيين. واللي ما بيعرف شو القصه، هذا شخص مصري طلعت معاه بنت كوريه. هذه البنت الكوريه طبعا حاول هذا الشاب المصري انه يتحرش فيها بطريقه او باخرى، والمقطع صراحه منشور كثير على الانترنت، ما اتوقع اني بنشره عندي، فاللي حابب يشوف المقطع يروح يشوفه، منشور حتى على اليوتيوب. المهم انه الرجل المصري هذا ما كان بيعرف انه البنت الكوريه كانت قاعده عم تصور، وانها صورت كل شيء بيناتهم، حرفيا كل شيء بين الرجل المصري واللي صار معاها يعني. وعاد بعدين رفعت قضيه عليه، قضية تحرش في التاكسي وما بعرف ايش. المهم فهذا الشخص شكله موكل محامي، وهذا كان رد المحامي بالمحكمة. والله بس اكون معاكم صريح، رد المحامي: ارفع له القبعة، ارفع لك القبعة يا المحامي. كيف بالله، كيف ممكن يطلع الرجال من القضية؟ وفي مقطع صار ترند في جميع انحاء الوطن العربي ويمكن العالم كمان. كيف بالله يعني الجريمه لابسيته من راسه لحد اجريه حرفيا، يعني من فوق لتحت لابسيتك الجريمه. كيف بالله بانقذك انا لو كنت محامي؟ كيف بطلعك منها؟ والله ارفع لك القبعه صراحه، يعني شرف المحاوله حاله بكفي. خلونا نشوف قصدي يعني التغريده اللي بعدها. اوكي مكتوب، واتوقع انه هاي اخر تغريده لنا، واللي مكتوب فيها: تخيلوا ذي تاخذها بخاتم ومركب سودا تاخذها ب100,000. ابد والله يعني، شوف يا اخي، لو حابب تاخذها وتطلع اول شيء عيالك كفار فاخذها عادي، ما حدا بيمنعك. لو مالك مهتم في الدين اساسا فعادي يعني خذ راحتك. بعدين اللي بتاخذها بخاتم عادي تنام مع شخص غيرك يعني، بس عشان تكون بالصوره من شخص عايش في اوروبا عادي يعني، وانت ما بتقدر تسوي اي شيء، خصوصا لو كنت ساكن برا في اوروبا يعني. عادي ترجع انت تكون اخذها بخاتم صح، ترجع تلاقيها نايمه مع شخص ثاني، طبيعي جدا هذا في اوروبا يعني، لا تستغرب. تمام، فيعني بالنهايه لو انت حابب انه الكل يشاركك الكيكه عادي يعني ما عندك مشاكل، خذ الخاتم وركب رون ثور وعادي يعني، خذ راحتك يا حبيبي. بالنهايه الخيار بايدك يعني. على العموم هنا بنكون وصلنا معكم لنهايه المقطع، بتمنى يكون المقطع عجبكم، واكيد يعني مقاطع تانية بتطلع لكم الان على الشاشه على اليمين او على اليسار، روحوا تابعوها، كمان مقاطع اسطوريه وخرافيه ومتاكد انها راح تعجبكم. واكيد لو حابين انه هاي السلسله تستمر حط لايك واشترك في القناه لو ما كنت مشترك. لا تنسى تتابعني على حسابي في الانستغرام، ناوي اساوي لي سفره لليابان عن قريب يعني، لو حابب تروح تتابعني على الانستغرام تشوف سفرتي الى اليابان، بصور فيها بعض الاشياء اللي ممكن تعجبك يعني، فتعال حياك الله. بس والله كان معكم الاسطوره داي، بحبكم جميعا والله، وبيس. أهلا رمضان يا شهر الإحسان، شهر الغفران، رمضان رمضان، شهر الغفران، رمضان 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 رمضان.